نيجي للقرار التاني المهم اللي تم الاتفاق عليه. رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكورة على قصة مطلب الأندية في استخدام حكام أجانب لماتشات ليها. اللائحة كانت الأول بتقول إن النادي من حقه يطلب حكم أجنبي أو حكام أجنبية لماتش قبل الماتش دوت بأسبوعين. ده اللائحة. وبعد كده عدلوها وخلوها من أسبوعين خلوها 10 أيام، نزلوها على 10 أيام. يعني مش فاهم ليه نزلوها، بس ماشي يعني. وبعد كده من حق اتحاد الكورة يرد على النادي بآه أو لأ، هنجيب حكام أو مش هنجيب حكام. طبعا اللي حصل السنة اللي فاتت وكلنا عارفينه، عشان ما نعيدش الكلام تاني، مش عايزينه يحصل. فراحت رابطة الأندية ألزمت اتحاد الكورة بالرد على مطلب النادي خلال 48 ساعة. يعني انت دلوقتي احنا قلنا ان قبل الماتش ب10 ايام النادي يبعت لك طلب ان هو عايز حكم اجنبي للمباراة الفلانية. اول ما تستلم الطلب خلال 48 ساعة لازم يا اتحاد كورة ترد علينا، لا هتجيب لا مش هتجيب، وده الزام عليك. اتحاد الكورة طبعا عشان هو المسؤول عن الحكام والتحكيم. فراح اتحاد الكوره قال لا، انتوا كده هتزنقوني، 48 ساعه ده قليل جدا، خلوها 72 ساعه. وغالبا الرابطه هتوافق على مده السماح 72 ساعه 3 ايام ان اتحاد الكوره يرد فيهم. وكنا قلنا من اسبوع فات ان اتحاد الكوره سمح للانديه ان تطلب حكام اجانب قبل كمان الدوري ما يبدا. يعني الاهلي مثلا بدا طلب الاسبوع اللي فات من بدري خالص اهو، من قبل حتى الدوري العام ما يبدا، طلب حكام اجانب للذهاب وعوده لماتشين للفريقين بتوع اللي هيلعبوا، الزمالك وبيراميدز. ده القرار التاني.